في واحدة من أغرب وأشهر جرائم الغموض في التاريخ الألماني، وفضلت بدون حل تقريبا لمدة 100 سنة، ولحد النهاردة محدش يعرف مين القاتل الحقيقي. الواقعة حصلت سنة 1922 في مزرعة صغيرة اسمها هينتركيفيك قريب من مدينة بافاريا في دولة ألمانيا. كانت المزرعة بعيدة ومعزولة وفيها 6 أفراد. الأفراد بالترتيب هما الجد والزوجة وبنتهم الأرملة وحفيدتهم وطفل صغير والخادمة اللي وصلت المزرعة قبل الجريمة بيوم واحد بس. قبل الحادثة بأيام الجيران لاحظوا حاجات غريبة جدا على البيت، واللي منها إن أندريس قال إنه شاف آثار أجدام في التلج رايحة ناحية المزرعة بس ملهاش أي نقطة رجوع، يعني الشخص اللي راح المزرعة مرجعش منها تاني. وكمان سمع أصوات في السقف فوقيهم كأن في حد بيتحرك فوق. مفاتيح البيت كلها اختفت فجأة، ولما قال للناس في القرية محدش كان مصدقه. وفي يوم الجريمة 31 مارس 1922 حصلت الكارثة الكبيرة. شخص أو مجموعة أشخاص دخلوا المزرعة بالليل، قتلوا 4 أفراد من العيلة مرة واحدة في اسطبل قريب من المزرعة أو البيت. بعدها طلعوا على البيت وقتلوا الخدامة والطفل الصغير جوزيف. الأغرب إن القاتل قعد 4 أيام كاملين بعد الجريمة بياكل نفس أكل العيلة، وكمان كان بيرعى لهم الحيوانات، وحتى كان في دخان طالع من المدخنة كان باين جدا للجيران. الشرطة وصلت بعد 4 أيام لما الجيران شكوا إن مفيش حد من العيلة بيظهر. التحقيقات كانت كلها مليانة ألغاز، ما اتسرقش أي حاجة. أداة الجريمة كانت فاس صغيرة. كل الجثث كانت متغطية بشكل غريب بقطعة قماش أو شوية قش. الكلب بتاعهم كان لسه حي لكنه كان مضروب على دماغه. وفي ناس قالت إن الطفل الصغير جوزيف ممكن يكون ابن فيكتوريا من أبوها أندريس، يعني علاقة محرمة. وخليني أقول لك مين هي فيكتوريا. فيكتوريا بنتهم الأرملة اللي جت سكنت معاهم بعد وفاة جوزها مباشرة. لحد النهاردة مفيش أي إجابات مؤكدة عن مين القاتل الحقيقي، لكن من أشهر النظريات إن ليهم جار اسمه لورنز شليتنر كان بيحب فيكتوريا جدا، وتم اتهامه بالجريمة كلها، ولكن بعد كده اتبرأ عشان ملقوش أي أدلة تثبت إن هو اللي عمل كده. وفي نظرية تانية بتقول إن القاتل ممكن يكون شخص مجهول دخل المزرعة عن طريق الغابة، أو حد من العيلة نفسها قبل ما ينتحر، بس ده طبعا مستبعد جدا. الجريمة اتحولت لواحدة من أغرب ألغاز القرن العشرين، اتعمل عنها كتب وأفلام وتحقيقات جديدة، لكن لحد النهاردة محدش يعرف مين اللي قتل عيلة هينتركيفيك، ولا حتى نعرف ليه قعد في البيت 4 أيام بعد الجريمة. لو عندك أي نظرية عن مين القاتل الحقيقي ياريت تكتب لنا في التعليقات.